الثرف الذي نهانا الله عنه وهو الذي يؤدي إلى تدمير البلاد والعباد، الترف المرتبط امتلاك المال والنعم مع الظلم والطغيان والإفساد في الأرض. لذلك ربنا يقول لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إن فعلت الثلاثة دول يديم الله عليك النعم، وهتنتقل من حياة منعمة إلى حياة أنعم. إذا قمت بهذه الثلاث مع النعم اللي ربنا اداها لك يبقى أنت مش مترف، أنت منعم مسعد. لكن ربنا في الوصية الرابعة يقول له: ولا تبغي الفساد في الأرض، لأنك إن قرنت هذا المال وهذه النعم وهذه العيشة بالإفساد والفساد في الأرض يبقى أنت بتعرض النعم بتاعتك للزوال وبتعرض نفسك للتدمير، وكما حصل لقارون سيحصل لغيره. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.